المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى رأسه المشير طنطاوي، وعن يمينه الفريق سامي عنان، وعن يساره الدكتور محمد البرادعي. أولا ادينا الكلمة الفصل في هذا الترتيب الذي قد يكون له معنى. هل البروتوكول باعتبار أن حضرتك حاصل على قلادة النيل هو السبب، أم أن لك حظوة خاصة لدى السيد المشير؟ أنا يعني المرة الثانية التي أقابل فيها المشير طنطاوي، المرة الأولى عندما تقلدت قلادة النيل، كوني أنني جلست جانبه كان بسبب البروتوكول الحائز على قلادة النيل يأتي قبل رئيس الوزراء. نعم. وهذا كان السبب يعني، وإذا كان لدي حظوة لدى المشير فأرحب به. قال لك إيه قبل الاجتماع؟ هنوسطك في حاجات كتير يا دكتور في الحالة دي. يعني يا ريت تحكي لنا عن يعني الاجتماع نفسه. طبعا دي كانت اول مره تلتقي. انا اول مره يعني اول مره دعوني لاجتماع، وكان الاجتماع كان اجتماع صريحا، اجتماع عبر المشير طنطاوي عن قلقه من 3 مسائل: عن الوضع الامني، عن الوضع المالي، والمهندس نجيب ساويرس وانا تطوعنا ان احنا نستطيع ان إذا أراد المجلس العسكري أن نخرج إلى الخارج وأن نساعد في تجميع المال، لأن لا أحد يود أن يرى مصر النهاردة بتقع. العالم كله عاوز يساعدنا، لأننا إذا عملنا شغلنا صح يا ريم يا يسري هنكون مثل لكل العالم العربي، هنكون مثل لأفريقيا جنوب الصحراء. 2 من كبار الكتاب والوزراء ذكروا لي أجانب أن تأثير ثورة مصر سيمتد إلى الصين. نعم. فيعني هناك أبعاد الكل يود لمصر لن تنجح الآن، إنما كان هناك البعد الاقتصادي، الحاجة إلى مساعدات مالية، البعد الأمني، واعتصامات وإضرابات في ميدان التحرير. وكنت وذكرت أن تحدثنا عن هذا، وبعد ذلك بعد الاجتماع تحدثت مع رئيس الأركان اللواء سامي عنان عن أن مطلب الشعب المصري الأول أو الأدنى هو إسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق، لأن إسقاط النظام في رأي الشعب المصري كان الرئيس مبارك وحكومة الرئيس مبارك، وقد استجابوا لهذا وعينوا رئيس الوزراء المهندس عصام شرف، والذي تم اختياره كذلك من جانب الشعب ومن جانب شباب الثورة. عندنا سؤال فيما يخص كواليس الجزئية دي تحديدا يا دكتور. هل لما طرح هذا المطلب كان في مؤشرات على أنه سيستجاب لي ولا ما كانش واضح؟ يعني أنا ذكروا لي أن أنا لي صلة بالشباب، وده صحيح. الشباب هم اللي هقابل ربنا بيهم، اللي هم اللي قاموا بالثورة، هم اللي أنا بشتغل، إذا كنت بشتغل كل ده عشان هم المستقبل. ذكر المشير طنطاوي وذكر لي سيادة الفريق رئيس الأركان عنان أننا لي صلة بالشباب، وأنهم يودوا أن الإضرابات والاعتصامات تنتهي لتعود البلد، وكلنا نود أن تعود البلد مرة أخرى لوضعها الطبيعي واستثمارات ورجال الأعمال وكل هذا الكلام. وأنا ذكرت لهم أني سأكون أتصل مع الشباب، وبالطبع في نفس اليوم كان لدي اجتماع موسع مع كثير من الشباب، وكانت لهم كما تعلمين الشباب لهم مطالب تتزايد كل يوم، وكانت تزيد كذلك أحد شكاوي المجلس الأعلى. هل صحيح انها بتتزايد؟ هل صحيح كانت بتتزايد وانما بيعلى، ولا هي مطالب من الاول كانت محدده؟ لا كانت يعني كانت على واحد يعني الثوره قامت زي ما انت شايفه، المطالب الفوائيه هناك يعني كانت زي حله البخار فتحتيها، وكل واحد له مطالب وامنيات مش ممكن هنحققها كلها في يوم. انما انا توصلت مع الشباب الى انه الحد الادنى هو ازاله او سقوط حكومه شفيق، واقترحنا لديهم اسمين يرى الشباب ويرى الشعب المصري انهم يكون لهم وجه صادق ومقبول ان يكونوا رئيس للوزراء. اولهم كان المهندس عصام شرف، الدكتور عصام شرف. وقد استجابوا، وقد نقلت هذا للمجلس العسكري، واستجابوا الينا بعدها بيوم من توصيل هذه الرساله اليهم، وبالطبع رحب، والشباب رحب عن تقديره، والشعب المصري رحب عن تقديره. ورأيت بعد ذلك انهم اوقفت الاعتصامات واوقفت التظاهرات، وكانت هناك مظاهره احتفاليه يوم الجمعه الذي اعقب ذلك. طيب
يعني قبل أن نترك مسألة الدستور، لكن لأنه واضح أن هي مسألة يعني زي ما بيقولوا ميك اور بريك بالنسبة لحضرتك، يعني قد يترتب عليها أن تسحب نيتك في الترشح. لو أضيف، وأنا محظوظ أنه حضرتك أستاذ في القانون، لو أضيف إلى جملة التعديلات التي عرضت أمامنا نعرفها الآن، لو أضيف ذلك الجزء الذي يلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى كتابة دستور جديد فور انتخابه، هل توافق؟ يعني ليه نمشي بالطريقه دي يا يوسف؟ يعني انا بحاول اوصل بس مع حضرتك ومع بقيه الاطراف الى حل. قد يقال ما عندناش وقت. انا لا اعتقد قد يقال هتاخد يعني انا لا اعتقد ان الحل اللي انا بطرحه مش انا بس بطرحه معظم القوى الوطنيه ومعظم اساتذه القانون الدستوري، حل صريح واضح قامت به عدد من رؤساء الدول. اقول لك عدد من رؤساء الدول مروا بنفس الظروف دي، اتصلوا بي اصدقاء لي وذكروا لي ان لا يجب ان نتسرع في عمليه الانتقاليه، وانهم قاموا بالضبط. سلوفينيا على سبيل المثال قامت بنفس الاجراءات، مجلس رئاسي وبعد كذا لجنه دستوريه، حكومه انتقاليه، انتخابات. نمشي على نظيف يا يسري، ما فيش اي سبب يدعونا اننا حتى لو انت لا انا في سبب يدعونا. القوات المسلحه اللي فجاه وقعت عليها الطامه الكبرى دي ودلوقتي في الشوارع بتعمل شغلانه عايزه تستطيع ان تغادر 6 شهور وعايزين تستطيع ان تغادر وبكل احترام الى موقعها، الى ان تكون حاميه لهذه الديمقراطيه وتعطي مجلس رئاسي السلطه في ان يستمر في العمليه الانتقاليه. لا اعتقد انه هناك تعارض ولا انما يعني لابد ان يكون لو شرط المجلس الاعلى للقوات المسلحه لتشكيل مجلس رئاسي ان يكون الدكتور محمد البرادعي عضو فيه، هل يتنازل عن الترشيح في مقابل عضوية مجلس رئاسي؟ إذا كان هذا رغبة. أنا في رأيي المرحلة الانتقالية يا ريم هي أهم وأعقد وأحس أكثر يعني الفترات حساسية. إذا رأى المجلس العسكري، إذا رأى الشعب المصري أكون في هذا المجلس الرئاسي سأكون في المجلس الرئاسي. بس ده بيعني عدم الترشح مرة يعني أخرى. أنا لا يهمني كما ذكرت من أي موقع أخدم بلدي. طيب السؤال بيجيب سؤال تاني على نفس الشاكلة. لو حضرتك سواء رشحت نفسك أو لم ترشح نفسك، سواء ترشحت نفسك ولم توفق، هل تقبل أن تكون وزيرا في حكومة؟ يعني لكل حادث حديث، وإنما أعتقد ما أعتقدش يا يسري، لأني أنا يعني لدي يعني إذا كنت رئيس لا أكون رئيس، ليس لا أود أن أكون رئيس، وإنما لأكون في موقع أن يستطيع أن ينقل مصر النقلة النوعية من ما نحن فيه إلى ما يجب أن نكون عليه. لا أعتقد أن موقعي في منصب وزير سيحقق لي هذا، ولدي الكثير من الأعمال التي يعني تكون أقرب إلى قلبي من أن أكون وزيرا في وزارة. جميل. لماذا يود الدكتور البرادعي أن يكون رئيسا؟ صحيح. سؤال هنجاوب عليه لكن بعد فاصل قصير. أوكي. استنونا. أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا الكونسولتو على الدكتور محمد البرادعي. كنا نتمنى أن يبقى أكتر من كونسولتو ونفتح يعني مع حضراتكم، لكن هنحاول نعوض ده في الأجزاء التالية من هذا اللقاء الخاص على الهواء مباشرة لأول مرة مع الدكتور محمد البرادعي منذ بدء ثورة 25 من يناير. لكن قبل الفاصل كان زميلتي العزيزة ريم ماجد عندها سؤال شكله كده مهم شوية، مش كده؟ هو سؤال بسيط. لماذا يود الدكتور البرادعي أن يكون رئيسا، وأنا هستبعد أنه يكون طمعان مثلا في سلطة أو في جاه أو في تاج مصر زي ما يسري قال، إلا إذا كان ده جزء برضو من الموضوع. أود أن أكون رئيسا لمصر يا ريم عشان أشوف الراجل اللي قابلته في العشوائية من 5 سنين، عنده 75 سنة، نازل الجبل عشان يجيب مية نظيفة ويطلع عشان يشرب. أول إذا انتخبت وربنا قدرني انتخبت، أول مؤتمر صحفي هعمله من عشوائية، وهعتذر للراجل ده ولكل مصري، ال 40% من الشعب المصري اللي عايش تحت خط الفقر، اللي مش لاقي ياكل ويشرب.
هعتذر لهم باسمنا كلنا، وهقول لهم ان كلنا هنشتغل